معاكم قناة أكلة وقصة. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. هنعمل مع بعض النهاردة كوباية سحلب قمر جميلة جدا، وهتبقى حلوة جدا في الشتاء اللي احنا فيه والجو الساقع والأجواء الفظيعة اللي احنا فيها دي. حادة فينا وجميلة جدا. هنزينها بالمكسرات زي ما انتم شايفين كده. معايا سوداني وجوز هند وزبيب هنزين بيهم وحاجة كده قمر. لا وكمان هنعمل مع بعض كمان بودرة السحلب، يعني هناخد الموضوع من أوله. هوريكي البودرة بتاعت السحلب وهنطبق مع بعض ونعمل كوبايتين سحلب كده ندفى بيهم في الشتاء. تعالي اقول لك على المكونات بتاعتهم. معايا نص كوبايه لبن بودره، نص كوبايه سكر بودره. معايا بقى نص كوبايه رز مطحون. لو انت ما عندكيش رز مطحون بيتباع جاهز في السوبر ماركت، اطحنيه عندك في البيت في الكبه. ومعايا نص كوبايه جوز هند، ومعلقتين كبار نشا، وثلاث معالق كبار سمسم. لو عندك سمسم ابيض ممكن تحمصيهم، انا هنا مستخدمه سمسم احمر. ومعلقتين كبار كريم شانتيه، ونص معلقه صغيره فانيليا. زي ما انتم شايفين مكونات سهله وبسيطه، والبودره شكلها جميل جدا. هتطلع احلى من البودره الجاهزه اللي بتجيبيها من بره. وهنعمل مع بعض شوب جميل كده بنشربه في الكافيهات وبندفع فيه مبالغ رهيبه. هتعمليه احلى في البيت وهيطلع قوامه جميل وتقيل وحلو جدا وهيدفيكي في الشتاء اللي احنا فيه. يلا بينا بقى بعد ما جهزنا البودره نعمل مع بعض احلى كوبايتين سحلب يدفونا في الشتاء. معايا هنا كوبايتين لبن. لكل كوباية لبن هناخد 3 معالق كبار من مقدار بودرة السحلب اللي احنا عملناها. سكرها مظبوط جدا. لو انت بتحبي سكر زيادة شوية ممكن تزودي معلقة صغيرة او معلقتين صغيرين سكر. هنقلبهم على البارد وبعد كده هنبدأ نحطهم على النار. زي ما انتم شايفين طريقة سهلة وبسيطة جدا ومش بياخد منك وقت، 5 دقايق وهتلاقي القوام بدأ يتقل معاكي. هنفضل نقلب مع بعض. لو انتوا لسه مكملين معايا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عجبتكم الطريقة، ولو في وصفات تانية حابيني اعملها. شايفين القوام تقل معايا ازاي؟ وبألف هنا وشفا هنصبها وهنشربها. انتظروني في وصفات اخرى. مع تحيات قناة أكلة وقصة. هتوحشوني. باي باي.